إخواني الكرام، هواة وعشاق طائر الحسون، مع اقتراب موسم تزاوج الحسون الذي يبدأ مع نهايات شهر فبراير، يصبح من الضروري الاعتناء بذكر الحسون بصفة خاصة. ففي هذه المرحلة يظهر الطائر كل ما لديه من تغريد ونشاط، وهذا راجع في الأساس إلى انطلاق الدورة الهرمونية عند الطائر، فتراه كثير التغريد وبصوت مرتفع حتى يجذب الإناث للتزاوج. ففي الطبيعة يعتمد الحسون على نفسه وعلى فطرته التي فطره الله بها لانتقائه للغذاء المناسب لهذه المرحلة من السنة، والتي تكون متناسبة مع فصل الربيع، حيث تظهر البذور النيئة مثل النبات الحريق وباقي النباتات التي يتغذى عليها الحسون. أما بالنسبة لهواة ومربو طائر الحسون بشكل خاص وباقي طيور المغردة الأخرى بشكل عام، عليهم أن يعلموا بما أن الطيور هم أسيرة القفص، فإنهم هم طبيعة طيورهم، وهذا يعني أن على كل مربي أن يعتني بطيوره بالأغذية المناسبة لكل فصل من السنة. فسواء كنت ترغب في إنتاج الحسون أو إنتاج هجين طائر الحسون، فهذه الرغبة لن تتحقق إلا بصول الزوجين، وخصوصا الذكر إلى مرحلة جد متقدم من الجهوزية. فالقاعدة تقول: لديك زوجين جاهزين جيدا، إذن احتمالية نجاح إنتاجك كبيرة. ولهذا سأطرح عليكم بعض المغذيات الضرورية لطائر الحسون التي تساعده بشكل كبير في الوصول إلى الجهوزية، وبسرعة إن شاء الله في بداية دورة التزاوج عند الحسون. خلطة مفيدة وغذائية لطائر الحسون: أصفر البيض المسلوق، العسل الحر أي عسل النحل الطبيعي ولا مجال باستبداله بعسل، السكر، اللوز النيء الأخضر، بذور النيجر. طريقة التحضير: تضع أصفر بيضة مسلوقة في إناء وتضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من العسل الحر، ثم تمزجهما جيدا حتى تحصل على عجين لزج. أما بالنسبة للوز، تقوم بدقه أو هرمشته حتى يصبح على شكل حبيبات صغيرة بحيث يستطيع الطائر أكلها بسهولة كما هو مذكور في العنوان. فهذه المغذيات نعتمدها لمدة 15 يوم، ونقدمها للطائر على الشكل التالي بالتناوب. فاليوم الأول تقدم له خليط أصفر البيض مع العسل فقط. اليوم الثاني تقدم له اللوز المطحون وبذور النيجر فقط. اليوم الثالث تعود إلى تقديم خلطة عجين البيض والعسل، وهكذا إلى انتهاء الأسبوعين. ويفضل ألا تقدم له أي شيء من هذه المغذيات في اليوم السابع كراحة لجهاز الطائر الهضمي. أرجو أن تكون المعلومة وصلت وبشكل مفيد. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك ومتابعة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في القناة. كانت معكم Ja.